حبايبي الحلوين، أصدقائي وصديقاتي، أعزائي وعزيزاتي، النهاردة جايب لكم حكاية جديدة من حكايات العالمي الجميل أبو آدم وحور. والنهاردة اللي مشرفانا في الحفلة الجميلة أنوش صاحبة حور. ويا ولاد يا حبايبي يا حلوين، أنا هعرض عليكم كذا حكاية وانتوا تختاروا. يعني دي حكاية اسمها الذئب والعنزات السبع، الفتاة راعية الأوز، الضفدع المسحور، ملكة النحل، الزهرة الحمراء، الحصان الطيار، سندريلا. عايزين ايه؟ سندريلا. ماشي، هتدخل؟ خش. كلب. اقفل الباب. والنهارده هنحكي يا ولاد يا حلوين حكاية ايه؟ سندريلا. طبعا انتوا ما تعرفوش ان انتوا كلكم دايما طول العمر بتسمعوا عن سندريلا ان هي كانت قصه، وبعدين كانت راحت في حفله الامير فالحذاء بتاعها اتخلع، فالامير فضل يدور علشان يوصل ليها. صح. انا هقول لكم الحكايه الاصليه لحكايه سندريلا وما معنى كلمه سندريلا. سندريلا في اللغة العربية الفصحى معناها الفتاة الرمادية. الفتاة ايه؟ الرمادية اللي هو اللون الرصاصي. سندريلا في اللغة العربية معناها الفتاة الرمادية. يمكن كتير من السادة المشاهدين اللي بيسمعونا ما يعرفوش المعلومة دي. سندريلا يعني ايه؟ الفتاة الرمادية. نبدأ القصة بتاعتنا بالصلاة على النبي. كان يا مكان يا سادة يا كرام، في سالف العصر والأوان كان في رجل من الأثرياء الأغنياء، لا رجل غني من الأثرياء الأغنياء، وكان عنده بنت صغيرة اللي هي هتكون سندريلا. الست مرات الراجل ده تعبت يا عيني وأصابها المرض، فبعتت لبنتها الصغيرة اللي هي سندريلا، اللي هي احنا قلنا معناها الفتاة الرمادية الشكل. وهنعرف ليه كانت رمادية في القصة. بعتت لها قالت لها تعالي يا بنتي، أنا هراقبك من قبري، بس أنا عايزك تتأكدي تماما إنك وانتي قاعدة وأنا قاعدة في قبري هشوفك وانتي بتعملي الخير. لازم تعملي الخير ولازم تعملي كل حاجة حلوة. يلا خلصوني بقى، كفاية شخر ونقر في العصير. تمام. لازم تتعلموا ولازم تتعودوا تعملوا الحاجات الحلوه يا بنتي علشان خاطر وانا هراقبك من قبل. راحت الام اغمضت عينيها وماتت. عدت شهور وايام، الجليد كسر كوخ والكوخ مشي من على الجليد، الحر اذاب الجليد فق البليد. المهم كبرت سندريلا، وطبعا ابوها ما عرفش يستغنى عن مراته. راح اتجوز مين؟ اتجوز واحدة تانية وخلفت له بنتين أمامير، ولكن كانوا قصارى قاسيين قوي. كان عندهم غلظة وكان عندهم بشاعة كانوا قاسيين، ما كانوش بيحبوا سندريلا. كانوا بيلبسوها هدوم المطبخ ويقولوا لها تعالي هنا يا أميرة سندريلا، البسي هدوم المطبخ وروحي اطبخي على إذا كنت تريدين أن تأكلي الطعام. تمام. فكانت سندريلا عيني تقول حاضر. كانت بتعمل بوصية مين؟ مامتها. فكانت تقول لها حاضر، وكانت تلبس الهدوم الوسخة القذرة وتروح تطبخ. البنات ما كانوش بيسيبوها، كانوا بيتغاظوا منها لانها كانت اجمل منهم، كانت احلى منهم. فكانوا بيعملوا ايه؟ يوقعوا البازلاء والفاصولياء والبوشيلاء والخوشيلاء على الارض عشان تفضل هي تلمهم. عارفين ايه هي البازلاء؟ البسلة يا حبيبتي، البسلة. عارفين ايه هي البقولياء؟ اللي هو ايه؟ الفاصوليا يا حبيبتي، الفاصوليا. المهم كانت ترميهم على الارض، وكانت سندريلا تفضل تدور وتنقي كده. وفي يوم من الايام يا ساده يا كرام، الملك اعلن عن حفله كبيره وعظيمه في المملكه، وقال لازم كل البنات الحلوين يجوا لي علشان اختار منهم. خلاص شغلت فيها. لازم البنات الحلوين كلهم يجوا علشان اختار منهم حد عروسه ليا. وبالفعل جت سندريلا قالت لمرات ابوها، قالت لها انا عايزه اروح معاكم. قالوا لها لا مش هتروحي معانا، انت خليكي هنا نقي العدس اللي احنا عملناه وحطيناه في الرماد. فراحت جابت عدس كتير وراحت رميته في الرماد، وقالت لها نقي. قالت لها طب اذا نقيته؟ قالت لها لو نقيتيه في خلال ساعه هاخدك مع اخواتك وتروحي الحفله. صلوا على النبي. المهم سندريلا راحت طلعت قالت يا طيور يا مغردين يا مبردين، يا طيور يا صخر يا نحل يا بحر يا بقر، تعالوا نقوا العدس، الحبة الحلوة حطوها في الإناء والحبة الوحشة لكم بالهناء والشفاء. المهم الطيور عشان كانت بتحب سندريلا جت فضلت تنقر طق 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 طق
طلعت الحب الحلو حطيته في اواني كبيره كده، والحب الوحش كلته. وعبت الاناء العدس كده كبير حلو، وراحت بيه مرات الاب الشريره، قالت لها انا جبت لك الاناء زي ما انت وعدتيني، وديني الحفله. قالت لها ما ينفعش اوديكي، سوف تخجليننا لانك ما بتعرفيش ترقصي يا سندريلا، وبعدين هدومك وحشه، روحي نقي عدس تاني. وراحت دقت عدد كبير من العدس تاني في الرماد. سندريلا عملت زي ما عملت في المره الاولانيه، نادت يا طيور يا بيور يا نحل يا شجر يا فجر يا بجر، تعالوا نقوا العدس، خدوا الاواني الحلوه حطوها في الاناء، والعدسه الوحشه كلوها بالهناء والشفاء. وفعلا فضلت الطيور تنقر طق 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 طق، وعملت كل حاجه. عايز ايه يا حبيبي؟ اديله كوبايه قهوه ولا اقول لك خلاص عشان الجمهور، بس كان الجمهور شاف بعدين بعد ما نخلص. وبالفعل حصل اللي حصل، تمام. وقالت ايه الحكايه اللي انتوا شايفينها دي، تمام. عدت الحكايه دي وما رضيتش برضه مرات الاب تاخد مين؟ تاخد سندريلا. راحت في اليوم ده البنتين يا عيني لبسوا احلى ما عندهم، وقالوا لسندريلا انت خليكي هنا في الكوخ نقي واعملي وبتاع، واحنا هنروح. سندريلا زعلت وما عرفتش تروح الحق، وراحت بعد كده عند القبر بتاع امها، وبعد كده راحت عند شجره البندق وقالت يا شجرتي العزيزه حققي لي هذا الطلب، امطري علي الان فضه وذهب. وبالفعل الشجرة ردت عليها في شجر وذهب، وراحت اتحولت لأميرة جميلة، وهوب راحت لفين؟ الحفل. وهنا سكتت شهرزاد عن الكلام المباح. هكمل لكم الحكاية بعد ما اشرب كوباية قهوتي وانام لي ساعة وارتاح.